انا ابغى استاجرها منك يوم واحد بس. ترى والله ما تخاف، زي ما نستلمها نرجعها، واذا نقص شيء حنا مسؤولين عليه. وأكدت مصادر البحث الجنائي أن هذا من عمل الإرهاب. وعند التحقيق مع مالك الاستراحة المتهم في القضية قال أن شخصان أتوا لاستئجار الاستراحة ولم يتعرف جيدا على أشكالهم، وقال أن أحدهم كان يرتدي نظارات شمسية والآخر قبعة، فقد طلبوا منه أن يستأجر الاستراحة لليلة واحدة، وفي تلك الليلة حدثت هذه الجريمة الشنعاء، مما اتجهت كل الشكوك والتحقيقات أن المجرمين أصحاب خبرة ومدربين. ايش سوينا؟ ايش يلعن ام الاخبار؟ مساك الله بالخير، ايش تسوي المجنون؟ بلمع الكروز يا شيخ، بقدم بيها عروض، ببهر الجمهور، بشوشهم. تصدق اخوي والله الاسبوع هذا كل ما نمت فيه ولا اخذت راحتي فيه. هذا لأنك تفكر في حبيبتك اللي تجوزت وخلاتك، لا عاد تفكر فيها يا شيخ وتوي تريح بالك. لا والله بس افكر في الشرطة اللي قتلناها وحرقناها بالنار. والله بجد عملة ما يسووها للإرهابيين، عملة ما يسووها للإرهابيين. هالملعون بدأ يفكر في تفكير أكبر من راسه. والله يستر ربي ما أدري وين بيوصل تفكيره. ايش بيك سكتت يا بليد؟ ما في شيء ما في شيء، بس حنا كنا متحمسين عشان ناخذ التار خوينا دياب، وحتى المخدرات كانت متحكمة في عقولنا. يلا أنا رايح أشوف صاحبتي، يلا عطيني الإذن. ماشي الله يعينك. إذا استحقيت أي شيء اتصل فيني. دير بالك على روحك يا السنافري. لا تخاف، يلا سلام. والله الرجال حرت من تصرفاته، بدأ قلبي ما عاد يطمن ليه. عبد الرزاق قاعد يفكر واجد، واني لازم اتباعد عنه عشان ما يعرفش حقيقتي. بس تو نتصل بغدوشة بعدها ساعة. هلا يا المزيونة. أهلا فيك حبيبي، اشتقت لك. ايش هالصوت يا ربي، والله صوتك بيضرب كل المسامع. الله لا يبعدك عني، أبعدك للطوايف علي. والله اني جيت مشتاق لجل اشوف عيونك. انت وين يا المهرة الأصيلة؟ طيب أنا بالحديقة العامة، بنطلق على الجنة. يلا لا تتحركين دقيقة واكون يمك. بلاي تغير وايد في الأيام الأخيرة، ما أدري إيش سوالفه. كل ما كلمة عن الشرطة اللي قتلناها يغير الموضوع ويبتعد. أنا خايف أتورط في جرته وأصير مجرم كيفه، بس مستغرب من شجاعته وتصميمه دايما على قتل الشرطة. إيش هذا؟ جواز سفره يا خبر، مكتوب في الجنسية ليبي. إيش كاين يخبي علي الملعون؟ لازم نسأل صديقي عياد وراح يجيب لي معلومات عنه. عبد الرزاق يتصل بي، إن شاء الله سالفة خير. أيوة السلام عليكم. وعليك السلام، أهلين. إيش حالك يا عياد؟ بخير يا أخوي والله. دوم يا ربي. وأبغى أطلبك في طلب يا أخوي. لا تخجل يا شيخ، قول لي إيش طلبك. والله إيش بنقول لك، وأنا فاتح تويتر الحين لافاني اسم غريب وحبيت نستفسر عنه، يعني تجيب لي عنه شوية بيانات.
ينبت زهر في طريقه ينبت زهر في طريقه يا زينة وقف دقيقة الله يقول الحقيقة يا كل من شاف زينك شبت قلبه حرقه البدر لما توطى من قبل ما هو يتخطى لازم عليها يتغطى ويرحم قلوب الخليقة انت البدر في صفاته في طلعته في حالته انت البدر هو ايوه نعم يا عيال. الو عبد الرزاق، انت لوحدك ولا يمك حد؟ انا لوحدي، اتكلم ايش فيه؟ والله يا اخوي بحثت عن الاسم اللي قلت لي عنه، وتبين انه تونسي جنسية. مش ليبي. تونسي. اي والله تونسي. كان مقيم في ليبيا، ايه واسمه الحقيقي نادر. زين ايش تاني عرفت عنه؟ الرجال هذا ارهابي خطير، وكان في سنة 2013 بسوريا. يحارب مع جبهة النصرة، وفي سنة 2015 خرج من سوريا، وحاليا مشكوك فيه انه بالسعودية. والله ايش اقول لك يا اخوي، الحقيقة ما قصرت معي. اقول لك خلي الموضوع بيننا وراح احكي لك كل شيء. يا شيخ ماشي يا اخوي، سلام. العيد لعب على عقلي وخلاني اقتل شرطة بلدي بيدي. قتلت الشرطة اللي تحمي فينا من الارهابيين والمجرمين اللي كيف. والله اني دلخ ما ادري كيف كنت فاهم معاه، والحين متحسر كأنه من طعني بسيف. المشكلة اني تورطت معاه بقتل الشرطة، ما اقدر ابلغ فيه، واذا بلغت فيه راح يعدمونا حنا الاثنين. والمشكلة الاخرى اذا تركته راح يزرع الارهاب في السعودية، لكن يلزمني اني اوقفه عند حده واقتله بيدي واكفي الغلطة اللي سويتها معاه. طبعك يا عيني شكاني بين تريدي حبيبي يا خوفي. نعم يا اميري. حياك الله يا نادر، أنا فخور بك لأنك قتلت شرطيان وحرقتهما بالنار. هذا واجبي يا شيخ، اي بنادم ما يبي شرع الله والله اني برقبتها ذب. لديك مكافأة بقيمة 100,000 دولار، سوف أبعث لك في رسالة اسم الشخص والمكان الذي تستلم فيه أموالك. يزي بارك الله فيك يا اميري، أنا والله نحبك في الله. أشكرك، الآن أستودعك بالله. والله ما هامني شرع الله، ما هامني شيء، بس كي نقبض فلوسي ونروح لليبيا وبعدها نرجع لبلاصتي في تونس. ايش بيك مكشخ يا شيخ؟ اقف في مكانك لا تتحرك، خلينا نصفح حساباتنا الحين. حسابات؟ ايش تقول انت؟ راح اخليك تعرف، انا عرفت كل شيء عنك يا نادر. عبد الرزاق، لا يا اخوي دخل سلاحك، انت اكيد واخد شيء مش طبيعي او شارب. انا مو بشارب او متعاطي، انا استفسرت عنك يا الارهابي وعرفت كل ماضيك في تونس وفي ليبيا وجهادك الباطل في سوريا، والحين انت استخدمتني كدمية وخليتني اقتل شرطة بلدي عشان الارهابيين اللي كيفك يزعزعونا من الدولة. والله كل شيء قلته صح، بس في الحقيقة أنا كنت مهدد بقتل عائلتي من منظمة إرهابية، ما درت كل شيء عن قصد، وأنا كنت عارف إنك راح تعرف، وكان بإمكاني إني أقتلك، بس أنت أصبحت
لي أكثر من أخ، وهذا السبب اللي خلاني أبقى عايش معه. يعني أنت قتلت الشرطة وحرقتها بأمر من الإرهابيين عشان ما يقتلون عائلتك؟ إيه يا أخوي، بس أرجوك دخل سلاحك وخلينا نحكوا داخل، عشان والله الموضوع مرة خطير وأنا خايف يشوفنا حد. نترجاك يلا ندخل. آه. يلا ندخل داخل ولا تفكر انك تسوي شيء. أوه. 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 حسبتك أقرب إخواني شقيقين من ظن الشياب، تقاسمني هموم الوقت يوم الوقت يدوي بي، عطيتك فوق ما ترجباني عمك من الأقرب، مليت عيونك بطيبي ولكن ما نفع طيبي. إذا غاب الوفا تبقى حقوق الناس والأصحاب حقوق ما تسجل في كتاب الشك والريب، صداقتنا على أخوة حسبناها بألف حساب، عطايانا وعطاياكم ما مرت بين صاحبي، على كتفي أنا شلتك أشكرك يا غبي يا الدلخ. في مثل يقول الإرهاب لا دين له، يعني لو بوك إرهابي اقتله. شوف، والله عشت معاك أيام حلوة، لكن للأسف تو أنا بنرحل عنك، لأنك تدخلت في خصوصياتي وعرفت حقيقتي. ولا تخاف، مش راح أقتلك. عارف ليش؟ لأنك متورط معاي في قتل الشرطة وما تقدر تبلغ فيه. يلا أنا مسافر غدوة، أشوفك طيب يا دلخ. أوه. بسم الله. والله ما أدري عن نفسي أنا واعي وبحلم. إيش سوى فيه بالعيد؟ ضربني ورحل. لازم ألاقيه وقتله، بس هالملعون ما هو سهل، قدر يلعب على الحكومة وقدر يلعب بعقلي، بس المرة هذه أنا راح أتصدى لها. أنا والله راح أتوكل على الله وأشوف وين نوصل أنا وياه، بس يلزمني موتر حقيقي عشان ألحقه. السلام عليكم. وعليك السلام، مرحبتين. أخي أنا طالب مكتب العالمية لإيجار الموتورات. إيه، تفضل يا أخوي، هذا المكتب، وإيش حاب تطلب أنا تحت أمرك. إيش عندك من موتورات يا أخوي؟ والله حاليا في البينز 2016 وبي ام 65. يا أخوي أنا ما بي موتورات فاخرة، ودي بس موتر بسيط أقضي بيه مشواري. في عندنا كادينزا وأوريان وقف دقيقة عندك.
لا يرفق الوافي المزيون خلك على عيني تداريها لا تسلك الفرق على الهون النفس ستعشق نفس سقيها والنفس ستعشق نفس سقيها لا يرفق الوافي المزيون خلك على عيني تداريها لا تسلك الفرق علي بلهون النفس تعشق نفس ساقيها ترضى علي كلمة المجنون عقبك تراني مبتلش فيها السوء كلام الحسد المرشون النار تحرق كل ما فيها لا يرفق الوفي المزيون خلك على عيني تداريها لا تسلك الفرق علي بالهون النفس تعشق نفس ساقيها ترضى علي كلمة المجنون عقبك تراني مبتلش فيها اسفه كلام الحسد المرشون النار تحرق كل ما فيها اقطع مبادئ واترك القانون لاجل العيون اللي انت خابيها عندي وجودك اغلى ما في الكون تروي عطش روحي وضاميها عندي وجودك اغلى ما في الكون تروي عطش روحي وضاميها كتبت لك من خاطر المكنون قصيدة تعرف خوافيها عندي وجودك اغلى ما في الكون تروي عطش روحي وضاميها كتبت لك من خاطر المكنون قصيدة تعرف خوافيها ارحم حبيبك مدلة بالعون قلبك فرح يا حظ لاقيها اسمك شفا يا علة المغبون ارفعك بحالي من مساعيها ارحم حبيبك مدلة بالعون قلبك فرح يا حظ لاقيها باسمك شفا يا علة المغبون ارفق بحالي من مساعيها اشتاق لك وقبض صالون خطا مع الساعين ناديها سرعة خفوق سابق الطبلون تلحق بلهبة صوت داعيها هذا كلامي قبل ما تسرون ظن يصير اللي حوسى فيها والختم من عين الحسد مرصود والكار ربك لا تخليها هذا كلامي قبل ما تسرون ظن يصير اللي حوسى فيها والختم من عين الحسد مرصون والكار ربك لا تخليها لا يرفق الوفي المزيون خلك على عيني تداريها لا تسلك الفرق علي بالهون النفس تعشق نفس ساقيها ترضى علي كلمة المجنون عقبك تراني مبتلش فيها السوء كلام الحسد المرشون النار تحرق كل ما فيها لا يرفق الوفي المزيون خلك على عيني تداريها لا تسلك الفرق علي بالهون النفس تعشق
وسلم نفسك. قف مكانك لا تتحرك. يديك فوق، ارفع يديك فوق. السلام عليكم ورحمة الله. بالله ما تاخذوش الفيلم بجدية، لأني والله صممت الفيلم من أجل إمتاع المشاهد فقط، والفيلم لا يحرض على الفساد والقتل. العبرة من الفيلم كانت تصحيح مسار الجزء السابق، والفيلم فيه عبرة كبيرة. يعني والله تو شفنا في الفيلم عبد الرزاق طلع وطني، لكن للأسف كان غافل بسبب المخدرات. وبالعيد طلع ذيب خطير ومحتمل يرجع في فيلم آخر، لأني والله لو شفت 30,000 لايك راح نبدأ في تصميم الجزء الرابع. نتمنى يا اخوتي تتابعوني على الانستغرام والتويتر والفيس عشان تكتشفوا يومياتي وتراسلوني ونقدر نراسلكم. سلامي ليكم، اخوكم بالعيد استيطاني.